مين أنا؟ أنا مي، أم الطفلين يزن وليلى. هل أنا جاية أقول لك إزاي تربي؟ لأ. طب هل أنا بعرف أربي؟ برضه لأ. الحقيقة إن أنا جاية أقول لك إزاي أنا كأم ما بتعرفش تربي، إزاي بتربي. أنا كبنت زي أغلب البنات فجأة بقيت أم عشان دي سنة الحياة، وهنا كانت الصدمة إني اكتشفت إن الطفل ده مش بيجي بكتالوج، بمعنى أصح مفيش دليل استخدام ومطلوب مني إني أربي. طب هل التربية دي معناها إن هو يكون بخير ونضيف وشبعان؟ أكيد لأ. لقيت نفسي بواجه حاجات أنا مش فاهماها ومش عارفة أتصرف إزاي، ومش عيب إن أنا أقول إن أنا مش عارفة، أنا فعلا مش عارفة. مش بديهي إني أكون فاهمة إزاي أبني إنسان، وللأسف ثقافة تعلم التربية حاجة مش منتشرة. يعني لو هنجيب عربية جديدة هننزل نتعلم السواقة، طيب لو هنجيب طفل مين فينا بيجري يتعلم إزاي يتعامل مع الطفل ده؟ يتعامل مع الغضب، يتعامل مع العناد، مع العياط، مع مشاعر عموما. محتاجين نتعلم ايه اللي بيحصل جوانا واحنا بنربي، لان ده بينعكس على اولادنا. كلنا بالاستثناء مرينا في حاجات في طفولتنا مأثرة فينا ما بتظهرش غير لما بنربي. طيب هل انا واعية كفاية ان كل رد فعل مني ولو بسيط هيأثر في شخصية الطفل ده؟ ولان بالفطرة بتولد فينا مشاعر الامومة من اول لحظة بتكوني فيها ام، ده دفعني اني دايما عايزة اخلي ولادي احسن، اديهم كل حاجة، مش بس عيشة كويسة، كمان تربية سليمة. بدأت أقرأ وأدور وأسمع وأهتم بأي حد بيتكلم عن التربية، مش عشان أبقى أم مثالية ولا إني أربي طفل مثالي، لأن مفيش حاجة اسمها مثالية. طبيعي إني أغلط وطبيعي إنه يغلط، ودي القاعدة الأهم في حياتنا. مش مهم إن إحنا نغلط، المهم إن إحنا نتعلم من الغلط ده. وعشان كده أنا مش جاية أدي دروس تربية ولا جاية أقول لك اعملي كذا وما تعمليش كذا. أنا مش جاية أعلم، أنا جاية أتعلم معاكم، جاية أشاركك رحلتي، مواقف حقيقية مش كلام نظري وخلاص. ممكن تختلفي معاها أو تتفقي، بس ممكن وسط الكلام تلاقي حاجة ولو بسيطة تساعدك.